من آلاف السنين قصة حيرت العلماء والمؤرخين، قصة السد العظيم اللي بناه ذو القرنين ليحبس يأجوج ومأجوج ويوقف فسادهم في الأرض. الكل بيعرف القصة من القرآن والسنة، لكن السؤال اللي ما حدا قدر يجاوب عليه، وين مكان السد؟ وهل موجود لليوم ولا تلاشى من زمان؟ تخيل انه في مستكشف عربي مسلم قطع رحلة استكشافية استمرت 26 شهر كاملة بس مشان يوصل للسد ويشوفه بعينه، واللي شافه هنيك كان شيء صادم ومثير للجدل. السلام عليكم، معكم مرهف. يا جماعة وجودكم معي هو أكبر دافع اللي بيخليني أكمل وأقدم محتوى أحلى يوم عن يوم. وإذا حسيتوا إنه فيديوهاتي عم ترسم الابتسامة على وجوهكم لا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك، صدقوني كل كبسة زر منكم تفرق معنا كثير وبتساعدنا نكبر ونوصل لأكبر عدد من الناس وتكونوا جزء من العائلة اللي عم تكبر خطوة بخطوة. وبدون ما أطول عليكم المقدمة خلونا نبلش. قصة السد اللي بناه ذو القرنين من شان يبعد يأجوج ومأجوج وفسادهم عن الأرض، أكيد أغلبنا سمعان فيها ومذكورة بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية وحتى بالروايات والكتب القديمة، بس اللي حير العلماء والمؤرخين مكان السد. ما حدا قدر يوصل له أو يعرف وين بالضبط. كل هالفترة بنسمع عن واحد من فضوله راح ليستكشف ويعرف الحقيقة، هل يأجوج ومأجوج موجودين فعلا ولا كل هالحكي مجرد روايات؟ أقوال كثيرة وقصص كثيرة بس لليوم ما بنعرف إذا صح ولا لا. القصة بلشت بعد ما الخليفة العباسي الواثق بالله شاف منام غريب، شاف إنه السد اللي بناه ذو القرنين من شان يحبس يأجوج ومأجوج انفتح. قام الخليفة من النوم مفجوع من اللي شافه وقعد فترة طويلة يفكر كيف ممكن يعرف الحقيقة وكيف يتأكد إذا لسه السد موجود ولا انفتح، لدرجة إنه شغل الدولة والحكم كله تأثر لأنه قلب الخليفة كان مشغول بالحلم. جمع الوزراء والقادة وقال لهم أنا شفت حلم وبدي أعرف شو أعمل، أعطوني رأيكم. قالوا له ما في غير حل واحد، تبعت بعثة استكشافية. قال تمام، مين الزلمة اللي بيقدر يقودها؟ الكل سكت لحد ما قائد الجيش قال ما في إلا واحد، الترجمان، لأنه كان معروف أنه بيحكي 30 لغة، يعني راح يمروا على مدن وبلدان كثيرة وكل شيء بصير أسهل عليهم. الخليفة طلب يجيبوا الترجمان، ولما أجى لعنده قال له أنا شفت منام غريب وبدي أبعتك لمكان سد يأجوج ومأجوج وتجيب لي الخبر. وأمر يطلع معه 60 رجل وعطى كل واحد منهم 4000 دينار وعطى الترجمان 10000 درهم وكمان جهزهم ببغال لحتى يحملوا عليها المي والأكل وأعطاهم أكل يكفيهم لمدة سنة. وبلشت الرحلة من مدينة اسمها الساموراء ومعهم رسائل توصية من الملك للملوك ومن والي لوالي من شان يسهلوا عليهم الطريق ويكرموهم بكل مكان يوصلوا عليه، لحد ما وصلوا لآخر مملكة اسمها الحزر. والملك هنيك أعطاهم 5 أشخاص يدلوهم على الطريق، وكملوا 25 يوم بعد مملكة الحزر. ضلوا يمشوا لحتى ما وصلوا لأرض سوداء ريحتها كريهة بشكل ما بينطاق، لدرجة انه كانوا يغطوا انوفهم بقطعة قماش مغموسة بالخل من شان يقدروا يتحملوا الريحة. وقعدوا بهالارض 10 ايام، بعدين وصلوا لمدينة فاضية ما فيها ولا بني ادم، مشوا فيها 20 يوم. ولما سألوا الدلال اللي معاهم قالوا لهم هي المدن اللي خربها يأجوج ومأجوج من زمان. وكملوا طريقهم لحد ما وصلوا لحصون قريبة من الجبال ولقوا ناس بيحكوا عربي وفارسي وبيقرأوا القرآن وعندهم مساجد. وكملوا طريقهم لحد ما وصلوا لمدينة اسمها ايكا فيها مزارع كبيرة وابوابها كلها من الحديد. وقالوا انه هي المدينة هي اللي نزل فيها ذو القرنين وبينها وبين السد مسافة 3 ايام. ولما وصلوا شافوا وادي واسع بين جبلين عرضه تقريبا 200 ذراع يعني 100 متر، وهون كان الممر اللي كان يطلع منه يأجوج ومأجوج. ذو القرنين حفر أساس تحت الأرض بعمق 30 ذراع حوالي 15 متر، بنى السد من الحديد والنحاس ورفع أعمدة ضخمة كل واحد حوالي 25 ذراع وحط فوق عتبة طولها 120 ذراع، وكل البناء كان من الحديد والنحاس المذاب. وبعدها سكر كل شيء بمعدن مصهور من شان ما يدخل هواء ولا يصدي، وصار السد كأنه من الجبل نفسه، ارتفاع حوالي 120 ذراع يعني تقريبا 55 متر. الترجمان بقول انه شافه بعينه وكان في قفل ضخم بشكل مو طبيعي. ولما وصلوا شافوا فرسان حاملين مطارق ضخمة، قالوا لهم نحن حراس السد وكل يوم بيجوا وبيضربوا الباب 3 مرات من شان يتأكدوا انه كل شيء تمام وما في شيء تغير. وكان مكتوب على الباب إذا جاء وعد ربي جعله دكة وكان وعد ربي حقا. الترجمان أخذ قطعة صغيرة من السد ليفرجيها للخليفة ويطمنوا أن السد لسه ما انفتح. وبلشت هون رحلة الرجعة، أخذ منهم مشوار رجعة 12 شهر وكانت خطيرة كتير، مات فيها 22 رجل على الطريق، وبالرجعة مات 24 شخص وما رجع منهم غير 14 شخص بس. ولما نرجع طمن الخليفة أن السد موجود ولسه ما انفتح. بس السؤال اللي بضل لليوم، هل السد فعلا لسه موجود ولا تلاشى من زمان؟ في نظريتين، الأولى بتقول إنه السد لسه موجود ويأجوج ومأجوج لسه ورا السد، بس حسب البحث إنه هي النظرية ضعيفة، وفي حديث بيحكي إنهم بيحفروا كل يوم، بس الحديث مختلفين عليه وبعض العلماء رفضوه. طيب مين هن يأجوج ومأجوج؟ هن بشر من ذرية آدم من نسل يافس بن نوح، مو مخلوقات غريبة ولا فضائية، لا، كانوا شعب يفسدوا في الأرض من زمان، وأغلب الآراء بتقول إنهم من شمال شرق آسيا. وفي حديث صحيح إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم من الأيام ويل للعرب
من شر قد اقترب. وفي ناس بتقول انه هالشيء ممكن يكون تحقق بوجود التتار والمغول سنة 656 هجري لما دمروا البلاد وقتلوا الملايين. يأجوج ومأجوج خروجهم الحقيقي بيكون بآخر الزمان بعد خروج الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام، وبيكون خروجهم بأمر من الله. وبالنهاية هي القصة موثقة بالتاريخ، بس موضوع السد يأجوج ومأجوج فيه جزء تاريخي وفيه جزء غيبي، والحقيقة الكاملة عند الله وحده. وإذا حبيتوا القصة واستمتعتوا فيها لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك بالقناة وتكتبون رأيكم بالتعليقات. بشوفكم بالفيديو الجاي وديروا بالكم على حالكم والسلام عليكم.